الاورارا دي اشهر عربيه اكل مصريه اتشهرت مؤخرا وعليها طابور كبير قوي، ولكن العربيه مش موجوده اصلا لان العربيه بتيجي الساعه 5:30 فهو لسه ما جاش. فالناس دلوقتي واقفه في الطابور مستنيه العربيه تيجي علشان يبقى اول ناس ياخدوا من عنده الاكل. You're here waiting for what? For the bus? Guy. No, for the food. The food. The food? الطابور دلوقتي فيه 10 اشخاص بس، فاحنا نقف معاهم بقى. ده 11 ده 11 ده 11 خلاص. دايما في محلات مشهوره ساعات الناس تقف في طابور قبل ما المحل يفتح، بس بيبقوا واقفين قدام المحل. هنا مفيش محل اصلا لان العربيه بياخدها الجراج وبيرجعها وبينظفها وكده، فالناس واقفه في الطابور قبل ما العربيه تيجي. Tried it before? No, but we came yesterday. saw and the queue was up to there. Yeah. At 9:30 in the night, the queue was up to there. No, I didn't try it before. I came one time and there was a long queue. Yeah. Yes. So today I decided to come early, but I didn't find the car. He'll come 6 o'clock. He comes. Same here. We just walked back. We didn't find the cart and we are looking, and then 6 o'clock. طبعا منطقة مانهاتن هي متقسمة يعني ايه خطوط كده وخطوط كده. في مثلا 49 ال 50 ال 51 والناحية التانية تلاقي ال 6 افنيو وال 7 افنيو. فاحنا دلوقتي هنتقاطع ال 49 مع ال 6 افنيو. ده المكان اللي احنا فيه. العربية اسمها عادلز فيمس، يعني عادل الفيمس. طبعا البوليس هنا جزء من الاماكن السياحيه، ممكن تتصور معاه يعني عادي. طبعا اكتر حاجه مشهوره ان مانهاتن كلها ابراج، فانت لو نازل نيويورك بالطياره كده هتشوف الابراج بتاعت مانهاتن دي حواليك في كل حته. الباص اللي قدامنا ده تقريبا اغرب باص يعني ممكن تشوفه، يعني احنا بالنسبه لهم التلفزيون وهم بيتفرجوا علينا. كراسي الباص كلها باصه على الشارع والباص ماشي وهم بيتفرجوا. يعني احنا المحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه، هم قاعدين في الباص وعمال يلف في الشوارع وعمالين ايه يتفرجوا علينا ويتفرجوا على الشارع الدنيا بتحصل فيها ايه. الطابور دلوقتي ما شاء الله ايه يعني 100 متر. العربيه لسه واصله الساعه 6 الا 5. الساعة 6 العربية بتوصل وما شاء الله طبعا ايه الطابور مستنيهم. هو نفس تقريبا نفس المنيو اللي موجود في كل العربيات، ولكن بقى ايه عايزين نعرف ونكتشف ايه الفرق هنا. مكان اسمه عادلز فيمس. مين عادل بقى؟ عادل صاحب العربية الاونر، بس هو يعني الله يرحمه كبير؟ فاحنا اللي يرحمه. ماسكين البيزنس. العربية قديمة اصلا. العربية بقى لها 40 سنة يعني. ما شاء الله. بس هي الفترة اللي فاتت دي اتشهرت جامد ولا من زمان برضو مشهورة؟ هي من زمان مشهورة، بس آخر فترة ديت من بقى لها 5 سنين بدأت تشهر أكتر الحمد لله. يعني في حاجة بس هي معينة مثلا حاجة معينة شهرتها ولا ايه بقى؟ مش حاجة معينة، بس عشان احنا ثابتين في الريزم بتاعتنا، كل حاجة الجودة. بعد كده حاج معاه واحد تشيكن سبايس راز عليه فرايز. يعني الحمد لله بقى لنا 40 سنة في نفس المستوى دوت. ما شاء الله. لكن هو اسمه عادل فيمس من قبل ما يبقى فيمس. لا هو من زمان. حاجة حتمينة برضو معانا بقى لها حوالي 20 سنة. ما شاء الله. على نفس المكان في نفس العربية دي. بس هو نوع الأكل اللي في العربيات هو كله بيبقى نفس هو كله بيبقى نفس الحاجة بس كل واحد بقى بيحط التاتش بتاعه، بس هي تقريبا نفس بس برضه نوع الفراخ كمان اللي بنستعملها، نوع الأكل، نوع الشاي، وعلى حسب هو نفس المكان ده من زمان، هو نفس المكان ده من 1987. بتعملوا ايه؟ طب ايه المنيو بتاعكم؟ المنيو بتاعنا عادي تشيكن مع رز، سندوتشات، لام مع رز، عندنا فلافل، عندنا بطاطس. ايه اكتر حاجه بتطلب يعني اكتر حاجه مشهوره عندكم؟ اكتر حاجه مشهوره الميكس مع السبايس رايس. اقول لك 1 كامبو 2 تشيكن سبايسي رايس نو سالاد.
تشيكن ولام مع سبايس رايس. بس الاكله دي اتشهرت عامه هنا عليه علشان الحجم والسعر بتاعها مع بعض الاثنين يعني بيخليها عليها طلب. هو السعر بتاعها اساسي طبعا، بس اللي يميزنا هنا زي ما قلت لك النظافه. يعني مشهورين جدا بحاجه زي دي. التيست بتاع الاكل مختلف عن اي عربيه الحمد لله، فعشان كده الحمد لله خدنا الشهره اللي انت شايفها ديت. انت لو بصيت على الطابور هتعرف. الموضوع في الاول وفي الاخر اكيد ارزاق، يعني هتلاقي في عربيات ثانيه مصريين موجودين ممكن ما يبقوش بنفس الشهره، ولكن في برضه مجهود اتعمل. فالعربيه بقى لها تقريبا 40 سنه زي ما الناس بتقول، وان هم مهتمين بالكواليتي الحاجه وطعم الحاجه. اكيد عندهم الخلطه بتاعتهم، هو نفس المنيو نفس الاكلات اللي ممكن تلاقيها في عربيه ثانيه، ولكن هتلاقي اكيد عندهم حاجه مختلفه خلت الناس دي كلها تقف تستنى علشان تاكل، واقفين قبل العربيه ما تفتح بنص ساعه علشان في الاخر يجوا ياكلوا الاكله. والناس اللي بتيجي بالليل على فكره في ناس بتيجي تقعد تقف في الطابور ممكن ساعه ونص ساعتين، بيعتبروه جزء من الخروجه ان هم جايين مستنيين ياكلوا عند الفيمس عادل الفيمس. Nice meeting you. Nice to see باي you. باي. Thank you. Have a good Thank one. you. Thanks. Good trip home. ثانك يو. انا هاخد ميكس. ميكس كله ميكسات. مش ده الاحسن؟ حط لي بص كل حاجه عندك. طبعا الناس لو معديه في الشارع فتستغرب تقول لك ايه هو بيبيعوا ايه دول؟ ايه الزحمه دي كلها؟ اكيد الناس دي بتعمل حاجه مختلفه، فمجرد اصلا الزحمه دي بتعمل دعايه زياده. الناس كمان سياح بيشوفوا الفيديوهات بتاعه العربيه ويصوروها، فالموضوع بينتشر اكتر. يعني في عربيه بتجهز فيها الاكل وعربيه دي اللي بتسرفس بيها. وانت واقف دلوقتي هتلاقيها جايه دلوقتي. تمام. طب والطابور اللي على الشمال ده بيبقى بتاع ايه؟ عشان انا شفته المره اللي فاتت برده دوت بيبقى للناس للسواقين او الناس اللي شغاله جنبنا هنا. عشان البريك بتاعهم بيبقى قليل، بعمل لهم يعني فبعمل لهم سبيشال حالات خاصه. لان ما ينفعش يجي يقف مثلا ساعتين ولا ساعه. ايوه. يعني عدد الناس اساسا اللي موجودين في الطابور كبير، يعني الطابور تقريبا 100 متر، وفي نفس الوقت هتلاقي جروبات بتبقى خارجه مع بعض، يعني مش واحد مثلا جاي لوحده، لا في 2 3 مع بعض واقفين في نفس الدور. فكل ده ما شاء الله الطابور، يعني مش عارف بعد كده هيروحوا على فين. ان هم بعد كده محتاجين بقى ايه يروحوا يقفوا الناحيه الثانيه من الشارع، فالمسافه طويله على فكره، يعني من هنا لغايه هناك مسافه يعني ايه 20 30 متر، واقف في كل دور 2 3، فالعدد كبير قوي. ودلوقتي العربيه الثانيه كمان جت. العربيه الثانيه دي زي مطبخ اللي هم بيطبخوا فيه، لان هم بيبقوا جايبين الاول تجهيزات كده علشان يقدروا يمشوا الناس اللي موجوده في الاول، وطول الليل بقى العربيه الثانيه بتبقى بتطبخ وتدي للعربيه الاولى علشان يكون اوردراتهم جاهزه. وميكس الرايس ده اللي هو يعني توابل، اللي هو واحد زعفران واحد مثلا مع رز عادي ورز حراق. الرز حراق نفسه. تمام. استخدمنا كشافنا الصغير اننا بنصور بالجو برو لاول مره بالليل، وطبعا يعني ممكن تبقاش الاضاءه احسن حاجه. بكام بقى؟ $10 الواحد؟ الواحد ب $10، يعني 400 جنيه. طبعا هنا الناس ما بتحسبهاش كده، ف $10 وجبه زي دي بتعتبر وجبه كبيره، يعني مش وجبه صغيره. وده اللي مخلي اصلا نوع الاكل ده مشهور، ان هو اكل بيشبع وكبير وسعره كويس، وكمان بقى لما يبقى واحد عامله وطعمه حلو فكده يبقى ايه عمل كل العوامل اللي ممكن تخليه ينجح، وطبعا مع التوفيق يعني ان شاء الله. فده رز سبايسي ورز عادي، يعني هتلاقوا الالوان بتاعته مختلفه كده، واحد سبايسي واحد عادي، وفراخ ولحمه وخضار بروكلي وشويه حاجات وحبشتكنات، والصوص الابيض ده فيه توميه على شطه على بص، يعني ميكس رهيب. ميكس الميكس، لا طعمه حلو. الصوصات طعمها حلو، الاكل نظيف وفريش، لان طبعا في عربيات ممكن لو العربيه مش شغاله قوي تلاقي ايه الاكل مركون من الصبح، لكن لما العربيه تبقى عليها ضغط جامد قوي كده بيبقى الاكل يا دوب بيتعمل بيتباع بيتعمل بيتباع. الشاورما بتاعته حلوه قوي بصراحه. انا مش فاكر اللي انا اكلتها السنه اللي فاتت كان طعمها عامل ازاي، بس يعني عشان اقارنها بدي، ولكن لا طعمه الصراحه مميز جدا. شاورما فراخ ولحمه مع ميكس خضار مع الصوصات مع الرز، $10 يستاهل الضجه. يستاهل. اي حد يجي نيويورك تعالوا عند عادل الفيمس عند 6 افنيو مع ال 49، الافنيو السادس مع الشارع 49. اوبا شكلها كده طعميه، ان هي بص من جوه عامله ازاي، من جوه لونها اخضر. الفلافل المشهوره طبعا في اغلب الدول الاجنبيه بتبقى الفلافل الشاميه اللي هي بتتعمل اغلبها من الحمص، فما اعرفش دي انهي واحده فيهم، بس اعتقد دي يعني شبه الطعميه بتاعتنا في مصر اكتر من الفلافل. دي طعميه. احب احيي عادل فيمس ان هو بيعمل طعميه مصريه، ما اعرفش العربيات الثانيه بتعمل طعميه مصريه ولا لا، بس دي اول مره اشوف طعميه مصريه في دول يعني اجنبيه. انتهت رحلتنا مع عادل الفيمس. شوف الطابور دلوقتي عامل ازاي، تلاقي بقى ايه، عايز اقول لك يعني في ناس واقفين تقريبا من قبل ما احنا ناخد الاكل ولسه واقفين في الطابور. سيبنا العربيه، بص الطابور رجل. اعتقد كده ان احنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا تشوفوا ايه الفيديوهات القادمه. و
نشكر مستر ساوي. باي باي، نراكم مره تانية ان شاء الله لما نيجي نيويورك لو جينا، وبما ان الدنيا ظلمت كده هنشوفكم الفيديو الجاي. العربيه دي برضه انا جاي هنا بقى لي 10 سنين من ساعه ما جيت انا ماسك العربيه دي. ما شاء الله. وحماية اصلا هو اللي مأثر العربيه دي من 40 سنه. هو عادل؟ هو عادل الله يرحمه.